السلام عليكم. النهارده معانا الميزد دوز للكونتراسيبتيف. كنا شرحنا قبل كده انواع الكونتراسيبتيف وقلنا ان في كومبايند هرمونال وفي بروجسترون بس، وقلنا امتى استخدم كل واحد فيهم وايه الامثله المتاحه عندنا. يعني لو انا دخلت لك الصيدليه لك بص وانا نسيت قرص الكونتراسيبتيف، هو طبيعي لو نسيت قرص الكونتراسيبتيف مش هتروح العياده، هتجي لك انت الصيدليه تقول لك بص وانا نسيت قرص الكونتراسيبتيف، تقول لها هتعمل ايه؟ بص اول لما العيان تقول لك انا نسيت قرص الكونتراسيبتيف هتقول لها بص اول سؤال هتساله لها اللي هو وات تايب اوف بيلز. زي ما احنا عرفنا الفيديو اللي فات قلنا ان الكونتراسيبتيف انواع، في نوع كومبايند هرمونال وفي نوع بروجسترون بس. بروجسترون بس قلنا ده في اللاكتيتنج ماذر اللي مش هينفع تاخد اصلا حاجه فيها استروجين، فهتاخد بروجسترون بس عشان بيحصل له سكريشن في الملك، فمش هينفع تاخد حاجه فيها استروجين. فلو العيان قالت لك بص وانا اصلا لاكتيتنج ماذر فباخد اصلا بروجسترون بس، سواء مثلا مايكرولوت او اكزيلوتون او سيرازيت، هتسالها سؤال تاني هتقول لها هو عدى وقت قد ايه من الجرعه؟ يعني انت المفروض ميعاد القرص بتاعك امتى واحنا دلوقتي امتى؟ عدى وقت قد ايه من ميعاد على فوتان الجرعه؟ هتقول لك بص هو هتقول لها بص هو لو في خلال 3 ساعات، يعني مثلا القرص ميعاده الساعه 9، هي بتاخد مثلا الساعه 10، هتقول لها مفيش مشكله تاخد القرص عادي 10 11 12 مش مهم، هتاخد القرص عادي في ميعاد ولا كانك نسيت حاجه. طيب بص هو عدى اكتر من 3 ساعات، يعني مثلا افتكرت مثلا تاني يوم او الساعه 2 3 بالليل، بص هو انت يعني هتاخد القرص برضه عادي، بس في نفس الوقت لازم تستعمل انذر كونتراسيبتيف ميثود لمده يومين تانيين. يعني ايه بقى انذر كونتراسيبتيف ميثود لمده يومين تانيين؟ بص هو الهرمونال كونتراسيبتيف اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت واللي بنتكلم عنها النهارده دي وسيله من وسائل الكونتراسيبشن، يعني في وسائل ثانيه. طيب في حين ان هي اتاخرت او نسيت ميعاد جرعه، ده معناه ان الوسيله دي غير امنه، فلازم تستعمل معاها وسيله ثانيه لحد لما الوسيله دي تاني نتاكد ان هي بقت امنه، ممكن توقف الوسيله الثانيه، سواء بقى مثلا اكسترنال كونتراسيبتيف سواء امرجنسي كونتراسيبتيف، المهم وسيله ثانيه تكون لحد لما الوسيله دي تصبح تاني امنه تاني من جديد. لما انت سالتها وقلت لها ايه نوع الكونتراسيبتيف اللي بتاخده، كان الاجابه بتاعتها بالبروجسترون بس، عرفت هتعمل معاها ايه. طب بص قالت لك بص هناخد مثلا دواء ثاني مثلا سواء مثلا الياز او الياسمين او مثلا نور كارمينا، اي نوع ثاني غير البروجسترون. هتقول لها بص يعني هو في خلال وقت قد ايه؟ لو في خلال 24 ساعه مفيش مشكله، بندبل الجرعه الثانيه. يعني ايه بندبل الجرعه الثانيه؟ يعني سي مثلا هي المفروض ميعاد الجرعه بتاعتها الساعه 9 بالليل، يوم السبت الناس تاخد الجرعه الساعه 9، جات لك يوم الاحد الصبح الصيدليه قلت لك بص وانا نسيت اخد قرص الكونتراسيبتيف وانت اكتشفت ان هو اصلا بتاخد نوع الكومبايند هرمونال ده، هتقول لها ايه؟ هتقول لها بص هو يعني مفيش مشكله، يوم الاحد النهارده الساعه 9 بالليل المفروض ميعاد القرص الثاني صح؟ ما تاخديش بقرص واحد، خد قرصين مع بعض عوضي الجرعه اللي فاتت، تمام؟ فهتقول لها لو في خلال 24 ساعه تقول لها دبلي الجرعه الثانيه اللي عليها الدور، يعني نسيت جرعه السبت تاخد يوم الاحد قرصين مع بعض. جات لك واحده ثانيه قالت لك بص هو انا ايه نسيت، مش بس نسيت جرعه واحده بس، بص هو انا نسيت جرعه السبت، المفروض تاخد السبت الساعه 9 قرص ما خدتوش، لحد الساعه 9 تاخد قرص ما خدتوش، جات لك يوم الاثنين الصبح قالت لك بص هو انا يعني فوتت جرعتين، اعمل ايه؟ هتسالها سؤال ثاني هتقول لها احنا في الاسبوع الكام من البيريود سايكل؟ ده هيفرق معانا هنا. لو كنا في الاسبوع الاول او الثاني من البيريود سايكل هتقول لها دبلي الجرعتين الجايين. يعني ايه دبل الجرعتين الجايين؟ المفروض نسيت جرعه السبت الساعه 9 ما خدتش قرص، ولحد الساعه 9 ما خدتش قرص، قلت لها يوم الاثنين الساعه 9 هتاخد قرصين، ويوم الثلاث الساعه 9 هتاخد قرصين، يبقى كده عوضت الجرعتين اللي فاتوها. قالت لك بص هو انا دلوقتي اصلا مش في الاسبوع الاول والثاني من البيريود سايكل، لا انا اصلا في الاسبوع الثالث من البيريود سايكل. هترمي بقى علبه الكونتراسيبتيف اللي معاكي وتجيبي علبه ثانيه جديده نيو باك، وتستعملي وسيله ثانيه لمده ايه؟ لمده اسبوع. طب هو ده كده منطقي؟ منطقي. بص هو يعني هي اصلا علبه الكونتراسيبتيف كلها 21 قرص، يعني هي 3 اسابيع، هي اصلا يعني في الاسبوع الثالث دلوقتي، فخلاص يعني هنعتبر كده السايكل اللي فاتت دي باظت خالص، ونبتدي سايكل جديده بعلبه جديده وتشتري علبه كونتراسيبتيف جديده وتكمل، بس طبعا مع استعمال وسيله ثانيه لمده اسبوع. بص انا بقى دخلت لك الصيدليه قلت لك بص وانا نسيت جرعه السبت ونسيت جرعه الحد ونسيت جرعه الاثنين، جالك يوم الثلاث 3 ميزد دوز، هتقول لها ايه؟ هتقول لها نفس الاكشن اللي خدته هنا، هتشتري علبه جديده، خلاص هي اصلا كده بوظت العلبه كلها، وتستعمل وسيله ثانيه برده لمده اسبوع. يعني دلوقتي لو عيان بتاخد كومبايند هرمونال هتقول لها بص لو انت في خلال ال 24 ساعه هتدبلي الجرعه اللي جايه، نسيت جرعه السبت تدبل جرعه الحد، طب نسيت السبت والحد لو في الاسبوع الاول والثاني تدبل جرعه الاثنين والثلاث. طيب لو في الاسبوع الثالث اصلا من البيريود سايكل هتقول لها هترمي العلبه القديمه وتجيب علبه جديده وتستعملي وسيله ثانيه ككونتراسيبتيف لمده اسبوع ثاني قدام. طيب لو نسيت السبت والحد والاثنين لا، هتلاقي ارمي برده العلبه القديمه وتجيب علبه جديده تستعمل برضك ايه؟ وسيله ثانيه لمده ايه؟ اسبوع ثاني قدام. وكده يبقى خلصنا الجوريزم من الميزد دوز للكونتراسيبتيف. دلوقتي لو دخل لك عيانه بتسالك على جرعه منسيه في الكونتراسيبتيف، المفروض بالالجوريزم ده تقدر تحدد معاها بالظبط ايه اللي ممكن تعمله معاها. كده يبقى خلصنا الجوريزم الميزد دوز للكونتراسيبتيف. ان شاء الله نتابع فيديو جديد ومعلومه ثانيه جديده.